بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبإذن الله معانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا بقى الراعي الرسمي للشتاء والمشروب الرسمي للشتاء حمص الشام. يلا بينا على الفيديو نشوف عملناه ازاي. أول حاجة يا بنات، أنا نقعت الحمص بتاعي من قبلها بيوم بالليل. قبل ما انام كده دخلت نقعته، وطبعا اعملي الكميه اللي انت عايزاه. انا نقعت الحمص اهو، غسلته كويس ونقعته في ميه دافيه. وطبعا هات الحمص اللي هو حجمه صغير بيزيد معاكي وبيبقى شكله حلو. نقعناه هوت بليله كام، يعني من بالليل لتاني يوم لحد ما هعمله. طبعا كلنا عارفين ان الحمص بياخد سوا، فنقعه في ميه سخنه هيسرع السوا بتاعه معاكي شويه. شطفناه وغسلناه اهو. دي الكميه اللي انا هعملها معاكم. جبت كده حبايتين من الطماطم، وجبت بصلايه، وهجيب كمان فصين من الثوم. دي الصلصه بتاعتي، او الصلصه اللي هنحطها كده مع ايه، مع الحمص. حطي بقى فصين 3 توم كده مع الطماطم والبصلايه. هنجيب بقى دلوقتي الحله بتاعتنا ونحط فيها الحمص ونرفعه على النار. يغلي لنا بقى غلوتين 3 كده وهو داخل على السوا. هنعمل له بقى الصلصه بتاعتنا الحلوه دي، اللي هتسوي الحمص معانا وهتخلي طعمه زي المحلات واحسن كمان. زي العربيات كده، لما بننزل كده العربيات بتاعت عربيات الحمص بناكل الحمص ده وبيبقى طعمه حلو جدا. هنعمله في البيت باقل الامكانيات، وكمان تكلفته مش بتبقى كتير، وطعمه بيكون حلو جدا. كلنا عارفين لو نزلنا على الكورنيش هنشرب كوبايه الحمص بكام. لا، هنعمله في البيت وعلى قد امكانياتنا. وطبعا بيدفي جدا، وكمان هيشرب حلو للبرد. فهنعمله مع بعض. زي ما انتم شايفين كده بقى، انا قطعت البصلايه، وقطعت الطماطم 3 حبات من الطماطم كده، والثوم طبعا. الخلطه دي كلها انا هضربها في الخلاط. انا بحب برضو اصفيها، يعني اي طماطم بستخدمها في اي حاجه بحب انا اصفيها. هي بتبقى مضروبه كويس وكل حاجه، بس احتياطي وقشر الطماطم والحاجات دي تطلع. فاما تصفي الحاجه بتبقى احسن. طبعا ريحه الثوم والبصل والحاجات دي بدات تدي نكهه كده لحمص الشام. هنبدا ان احنا نصفيها يا بنات كويس جدا. وبعد كده هنسيبها بقى ونشوف الحمص بتاعنا. لما يكون داخل على سوا هنبدا ان احنا نحط بقى ايه، الطماطم بتاعتنا، ونظبط بقى المنكهات بتاعتنا اللي هتخلي حمص الشام زي بتاعه العربيات واحلى كمان. شايفين اهو الحمص بتاعي كده دخل على سوا. هبدأ بقى ان انا انزل ايه، بالطماطم بتاعتي اهي. وهبدأ ان انا دلوقتي هحط شوية من الكمون وشوية من البابريكا، وهحط كمان مكعب مرقة. وهبدأ ان انا ارجعه على النار تاني. يعني انا دلوقتي نزلت كده بمكعب مرقة، وهنزل بشوية من الكمون وشوية من البابريكا، وهرجع ان انا احطه على النار تاني. طبعا مش هحدقه دلوقتي الا لما يكمل سوا خالص. ونزلت كمان كده بنص معلقة من معجون الطماطم الجاهز. هرجعها تاني على النار، والتوابل بتاعتي زي ما انا قلت لكم، شويه كمون وشويه بابريكا. يلا بقى نعمل الدقه ونعمل الشطه اللي احنا بنجيبها من على عربيات الحمص بالظبط. جبت كده كوبايتين، وفي كل كوبايه هعصر ليمونه كامله. الكوبايه الاولانيه والكوبايه التانية، كل كوبايه هعصر فيها ليمونه تانية عشان هنعمل الدقه وهنعمل الشطه. اول كوبايه دي هنعمل فيها هنحط ننزل بيها بالملح. وبعد كده هنحط فلفل اسود شويه صغننين خالص كده، لا كمون، شويه صغيرين من الكمون. يعني احنا كده حطينا ملح وكمون، وهنحط بابريكا، وهنحط شطه. دي الشطه بتاعتنا، دي اللي هتبقى الشطه بتاعتنا. عصير ليمونه كبيره اهو. دي هتبقى الدقه، عصير ليمونه كبيره. وحطيت ربع معلقه من الكمون وربع معلقه من البابريكا، وحطيت ملح. هنعمل بقى الشطه، هنحط برضو ملح وكمون وبابريكا. بس الشطه طبعا هنضيف الشطه بتاعتنا اللي هي ايه، الحراقه. دي الدقة ودي الشطة. الفرق الدقة عن الشطة ان احنا بنحط في الشطة شطة، ما بنحطش في الدقة شطة بس. هنكمل باقي، هنجيب طبعا شوية من مية حمص الشام اللي احنا سلقنا فيها المية اللي هي الحمرة دي. وهنضيف بقى شوية على الشطة وشوية على الدقة. وبكده يكون الحمص بتاعي يا بنات خلص. وبيبقى جميل جدا، طعمه حلو فوق الخيال زي بتاع العربيات واحسن كمان. ريحته بتكون حلوة جدا. وعملنا الدقة كمان وعملنا الشطة زي عربيات حمص الشام اللي بتكون على الكورنيش بالظبط. طعمه حلو جدا وبيدفي في الشتاء. وزي ما انا قلت لكم المشروب الرسمي والراعي للشتاء. حطي بقى زودي ليمون، حطي فيه شرايح ليمون، حطي كمان بقى شويه من الدقه وشويه من الشطه. طعمه جميل جدا. بدات ان انا بقى اظبط الملح بتاعي كده للدقه وللشطه عشان هما كانوا عايزين ملح. وبكده اكون خلصت الحمص بتاعي معايا دلوقتي. هنبدا ان احنا بقى نحطه في الكاسات بتاعتنا. قدمي له ضيوفك حاجه حلوه، ولادك هيحبوها جدا.
وبالذات ان هي حلوة قوي وبتدفي كمان في الشتاء. طعمها جميل جدا، والحمص استوى، وطعم الخلطة بتاعته او الشوربة بتاعته ريحتها وهم يا بنات، والله العظيم زي عربيات الحمص بالظبط. جربوه على طريقتي هيعجبكم حلو جدا. وزي ما انا قلت لكم لما بننزل على الكورنيش كوبايه الحمص غاليه قوي، هنعمله في البيت باقل الامكانيات. اتمنى الفيديو يعجبكم، مع السلامه.